تخيل معايا كتخدم في واحد من اكثر الاماكن حساسيه في امريكا، بلاصه اللي فيها اسرار علميه وتقنيه ما كيعرفهاش اي واحد. كتخرج في نهار عادي بحال اي نهار، ومن بعد كتختفي بلا اثر بلا رساله وبلا تفسير. الشرطه كتقلب عليك لشهور، العائله كتسنى اي خبر، والناس بداو كينساو القصه ديالك حتى كيوقع شيء غريب. من بعد عام كامل كيتم العثور على اجزاء من الجسد ديالك وسط غابه بعيده، وفجاه القصه كامله كتولي حديث الاعلام. والناس بداو كيطرحوا سؤال واحد: واش هاد الشيء غير حادثه عاديه ولا كاين شي حاجه كبر من اللي باين؟ أنا يامو، وهذه واحدة من أكثر القصص التي أثارت الجدل في 2026. قبل ما نبداو القصة خاصنا نمشيو لواحد المكان مختلف شوية. في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية كاين واحد المختبر مشهور بزاف، مختبر لوس ألاموس. أي واحد مهتم بالتاريخ أو العلوم أكيد سمع عليه. هذا المختبر ماشي مختبر عادي، هنا تبدلات مجريات التاريخ، وهنا خدموا علماء كبار، وهنا تزادت بعض من أخطر التقنيات اللي عرفها العالم. ومنذ سنوات طويلة هذا المكان معروف بالحراسة المشددة والسرية الكبيرة. أي شخص كيخدم فيه كيكون خدام وسط معلومات حساسة، ووسط مشاريع ما كيعرفش التفاصيل ديالها الناس العاديين. ولهذا أي حادث كيوقع لشخص مرتبط بهذا المكان كيشد الانتباه ديال الجميع. ميليسا كانت كتعيش حياة عادية، عندها عائلة، عندها أصحاب، عندها خدمة مستقرة، وما كانش مشهورة، وما كان حتى سبب يخلي الاسم ديالها يتصدر الأخبار. لكن في صيف 2025 كل شيء تبدل. في يوم من الأيام اختفت بكل بساطة، خرجت من الحياة اليومية وما بقاتش. الأيام الأولى دازت بسرعة، العائلة ظنت أنها ربما محتاجة شوية ديال الوقت، والأصدقاء توقعوا أنها غادي ترجع. لكن الساعات ولات أيام، والأيام ولات أسابيع، وما كاين حتى شي أثر. She left for work on an ordinary Thursday morning, dropped her husband off at Los Alamos National Laboratory, one of the most secretive, most heavily guarded nuclear research facilities in the United States. Then she turned around, drove home, and by that afternoon, Melissa Casillas was gone. البوليس بدا التحقيق. أول حاجة كيديروها المحققين في هذه الحالات هي أنهم كيقلبوا على أي أثر، هاتف، رسالة، مكالمات، كاميرات مراقبة، أي حاجة عندها أثر بالاختفاء. لكن كلما تعمقوا أكثر كلما ولات الأسئلة أكثر من الأجوبة. فين مشات، مع من كانت، شنو وقع بالضبط، وما كاين حتى شي جواب واضح. وفي هذه الحالة أي شخص كيبدا يفكر في أسوأ السيناريوهات. كيدوز الوقت والأمل كينقص. كل نهار كتفيق العائلة على نفس السؤال: واش اليوم غادي نعرفوا الحقيقة؟ لكن الحقيقة ما كانتش كتوصل. شهر، 2، 3، 6، حتى داز عام كامل تقريبا. في هذه الفترة القضية ولات شبه منسية عند بزاف ديال الناس. الإعلام مشى لقصص أخرى، والعالم كمل حياته عادي. لكن العائلة عمرها نساش. كل يوم كان بالنسبة لهم كيشبه اللي قبله، نفس الانتظار، نفس الألم، ونفس الغموض. دابا تخيل معايا هذا المشهد: غابة واسعة، سكون، ما كاين لا ناس لا ضجيج. واحد الشخص خارج يتمشى كيتستمتع بالطبيعة، وفجأة كيشوف حاجة غريبة، شي حاجة ما خاصهاش تكون تما. كيقرب وكيشوف كتر، وكيكتشف بقايا بشرية. في ديك اللحظة كيدعي السلطات، وكيبدا التحقيق من جديد. لكن هاد المرة الأمر مختلف، لأن التحاليل أكدت هوية الرفات. وكانت الصدمة الرفات ديال ميليسا، الشخص اللي العالم كامل كان كيقلب عليه لمدة عام. وهنا بدات الأسئلة الحقيقية: كيفاش وصلت لهذا المكان؟ واش مشات بوحدها؟ واش كان معها شي واحد؟ واش وقع حادث؟ واش كانت جريمة؟ ما كاين حتى شي جواب نهائي. وهذا الفراغ هو اللي خلى الانترنت ينفجر بالنظريات. So was her work phone. But several important things were missing. Her purse, her wallet, her personal phone, and the check she was supposed to deposit. But investigators discovered something even more disturbing. Both of Melissa's phones had been wiped clean.
وكيف ما كنعرفوا كاملين اي قضيه غامضه اليوم كتلقى راسها بسرعه في السوشيال ميديا. وهذا بالضبط اللي وقع في ريديت، في اكس وفي تيك توك. الناس بداو كيهضروا، كل واحد عنده تفسير، كل واحد عنده نظريه. بعض الناس قالوا هذا مجرد حادث مؤسف، واخرون قالوا كاين شي حاجه ناقصه، كاين شي تفاصيل ما وصلتش للراي العام. وكلما كثرت الاسئله كلما زاد الفضول. هذه النقطه مهمه بزاف، لان بزاف ديال الناس ما بقاوش كيشوفوا القضيه بوحدها، بداو كيربطوها بقصص اخرى، اختفاءات، وفيات غامضه، واشخاص خدموا في مؤسسات علميه وتقنيه. لكن المشكل ان الربط بين الاحداث ماشي دليل. اي واحد يقدر يلقى تشابهات، لكن التشابه ماشي اثبات. ومع ذلك الناس كيبقاو منجذبين لهذا النوع ديال القصص. علاش؟ لان العقل البشري كيحب يلقى نمط، كيحب يلقى تفسير حتى الا ما كانش كاين. بصراحه اكثر حاجه مخيفه في هذه القصه ماشي هي الاختفاء، وماشي هو العثور على الرفات. اكثر حاجه مخيفه هي العام الكامل اللي ما عرف فيه حتى واحد شنو وقع. تخيل انك تختفي والناس كاملين يبقاو يقلبوا عليك، وحتى واحد ما يقدر يفسر شنو وقع. هذا الاحساس بوحده مرعب، لاننا كاملين كنعيشوا على فكره بسيطه، ان العالم مفهوم وان كل سؤال عنده جواب، لكن بعض المرات الجواب ما كيكونش موجود. الحقيقه هي اننا مازال ما كنعرفوش كل التفاصيل. كاين فرق كبير بين الوقائع وبين التخمينات. الوقائع محدوده، اما التخمينات فلا نهايه لها. ولهذا اي واحد كيقول انه عارف القصه كامله غالبا ما كيعرفش. يمكن تكون هذه مجرد حادثه مأساويه، ويمكن تكون قصه اعقد مما كيبان. لكن الحاجه الوحيده اللي متاكدين منها هي ان عام كامل من حياه انسانه بقى لغز خلى الناس كاملين يسولوا شنو وقع فعلا وشكون عنده الجواب. وربما في هذه اللحظه بالضبط كاين شخص واحد فقط عارف الحقيقه كامله. انا يامو، وكانت هذه قصه اليوم هنا في يامو ستوريز. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتشترك في القناه، وجاوبني في التعليقات على هذا السؤال: واش كتظن هذه مجرد صدفه ولا كاين شي تفصيل مهم مازال ما خرجش للعلن؟